أما الآن مشاهدينا الأعزاء فنعيش أساطير الأحلام ونحلق بالخيال مع حلقة جديدة من مسلسل ألف ليلة وليلة. سيداتي أنساتي سادتي، نقدم لكم الآن النشرة الجوية. ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية على الهواء مباشرة لإذاعة مباراة كرة القدم بين فريقي. يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم، أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. مذيعة الربط، وعشان نعرف الحدوتة فنجان القهوة التمام ويلا نعرف الحدوتة سوا. ودي كانت مهمة مذيعة الربط، واحدة من أهم العلامات في التلفزيون المصري في السبعينات والثمانينات، وهي الربط بين الفقرات والبرامج اللي بتتعرض على الشاشة. وكان في جملة حلوة جدا بتتقال بنقولها زمان: المذيعة جت. المذيعة جت معناها إن في حاجة إحنا مستنيينها عايزين نتفرج عليها، مسلسل، فيلم، مسرحية. وكتير مننا كان بيعتقد ان مهمة مذيعة الربط مش ضرورية او مش مهمة، واختفائها من على الشاشة حاليا مش فارق مع الناس. لكن في الحقيقة ان كبار المذيعات والاعلاميات كانوا بيقوموا بدور مذيعة الربط في التلفزيون المصري، زي الأستاذة ماجدة أبو هيف، فريدة الزمر، نادية حليم، سهير الأتربي، وعزة مصطفى، حياة عبدون، وغيرهم كتير. واللي يمكن ما يعرفوش البعض معانا إن كان في شروط لمذيعة الربط. كانت لازم إن هي تجيد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية عشان في أخبار بتقولها باللغات، وعشان تنطق اسم الأفلام الغربية أو المسلسلات الغربية اللي كانت بتتعرض بشكل سليم. طلت مذيعة الربط كان ليها وقع خاص علينا جيل السبعينات والثمانينات بشياكتهم ولبقتهم في الكلام وهدوءهم. وبعد كل اللي قلناه في سؤال مهم جدا: ليه اختفى دور مذيعة الربط؟ الإجابة إن كل حاجة كانت بتميز العصر الذهبي مش بس في التلفزيون شبه إن هي اختفت، من ضمنها مذيعة الربط. وحل مكان مذيعة الربط حاليا بانرز أو إعلانات أو خطوط بكلمات بأسماء البرامج أو الفيلم أو المسلسلات اللي هيتعرض على طول. وده اللي بيعتبره بعض الناس أسهل بكتير في عصر تقدم التكنولوجي اللي احنا فيه. لكن أكيد كل واحد مننا عصر الفترة دي بيشتاق لمذيعة الربط ولسماع صوتها وهي بتقول: أما الآن مشاهدينا الأعزاء فنعيش أساطير الأحلام ونحلق بالخيال مع حلقة جديدة من مسلسل ألف ليلة وليلة. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.